لي بول دينيرجي اولا كرة ديال الطاقة. الناس اللي ما كيفطروش في الصباح، هذه الوصفة صراحة صحية وزوينة ولذيذة. اهم حاجة انها لذيذة، ما تشبعوش منها. مقادير اللي كلها فيها منافع. الناس الكبار والصغار اكيد غادي تعجبكم. الناس اللي كتعاني من فقر الدم، او الناس اللي كتعاني من قلة الشهية، والناس اللي ما كتفطرش في الصباح، هذه الا خديتيها مع كاس ديال الحليب اكيد غادي يكون فطور صحي وغادي دير لك الطاقه وكذلك المناعه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، حيت فعلا هذه الوصفه استفدت منها انا وكنجربها، وقلت غادي نبارطاجيها معكم، بما ان كيف ما كتعرفوا مكسرات فهم لذاذين وفيهم اكيد منافع. اللي غادي نقول لكم كامل المقادير اللي غادي تعرفوا. ملي غادي تعرفوا المقادير غادي تعرفوا ان وصفه صحيه 100% صالحه للاطفال الكبار والصغار كذلك. دابا غندوزو مقادير ديال هاد الوصفه هذه. بالنسبه للمقادير كيف ما قلت لكم، اولا بالنسبه لهاد الوصفه فهم غنحتاجوا المكسرات فقط. هنا عندي الشوفان. بالنسبه لهاد المكسرات اللي غادي نذكر معكم، فانا راه غرب عفوا حمرتهم واحد شويه. كيف ما كتشوفوا هنا عندي الشوفان. بالنسبه للكميه كتاخذوا الكميه اللي بغيتو. انا هنا ما كناخذ غير 10 دراهم من كل حاجه. وهنا عندي الججلان اكيد اللي نقيته كذلك اللي حمرته حتى هو على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم فانا واخده 10 دراهم ديال الججلان و10 دراهم ديال الشوفان. وهنا كنت كذلك عندي اللوز اللي اكيد كتمسحوه وكتحمروه حتى هو غير واحد شويه. ما تفوتوش في التحمار بزاف باش ما يمشيش لهم داك الجهد. وهنا عندي التمر. بالنسبه للتمر من احسن انكم تاخذوا شي تمر يكون رطب بحال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا ما يكونش داك التمر القاصح، فحتى الا كان قاصح من احسن انكم تفوروه. هنا انا غادي نوريكم واحد الطريقه يعني من بعد شنو درت في التمر. حيت درتوه يعني درتو غير على هذا الشكل ومن بعد فورته. وهنا خديت كذلك 10 دراهم من هذا الكاوكاو هذا اللي كيكون غليظ، اللي اكيد حيت له قشره وخليت فيه واحد شويه. ما حيتش ليه قشره كامل، حيت كاوكاو زوين بالقشره ديالو فاش كيطحن. حتى هو خديت منه 10 دراهم ومسحته وحمرت واحد شويه. معلقه صغيره ديال كاكاو مر. كتعرفوا كاكاو مر حتى هو زوين وصحي. وكذلك العسل اللي اكيد معروف بانه راه زوين وتا هو غادي نديروه في هذه الوصفه هذه. المهم هادو هما مقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه. وكذلك كاين مقادير ديال التزيين، ولكن تزيين لكم الاختيار. تزينوا باش ما بغيتو او لكم تخليهم غير هكاك لكم الاختيار. هنا خديت هاشوار غادي نضيف التمر. انا هنا في الاول كان عليا ما نديرش التمر هو الاول، كان عليا نخليه هو الاخر باش نجمع به، ولكن درتو انا هو الاول. هاشوار ما كطحنش مزيان في داكشي علاش لقيت واحد المشكل. ولكن بعد نقدت داك الموقف وما بقاش عندي داك المشكل. كيف ما كتشوفوا هنا كنت كنطحن عادي كلشي مزيان، لكن فاش كنت كنطحن صافي التمر تجمع ولا حتى هو بحال شكله مكسرات ما بقاش كيبان حيت كان قليل هنايا. وفي نفس الوقت درتو هو الاول. يعني التمر نتوما من احسن انكم تخلوه هو الاخير. غطحنوا كامل العناصر يعني الشوفان اللوز كاوكاو والججلان، وتخلطوا كاكاو والعسل. عاد ديك الساعه ممكن تخلطوا التمر باش التمر هكا باش انكم تجمعوا به. بالنسبه لهاد المقادير راه ما كنطحنهمش حتى كيوليو بودر، غير كنهرمشهم واحد شويه فقط، يعني كيكونوا باقي صاينين. هنا ديك الكميه اللي بقات ليا في الاخير ضفت مع معلقه صغيره ديال كاكاو مر ومعلقه ديال العسل. صافي هنا بعد ما طحنت المقادير او هاد العناصر كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي. هنا من بعد ما خاصني العجين انه يتجمع، هنا خديت واحد الكميه ديال التمر ودرتها فورتها. معنى هاد التمر عندي ماشي بالضروري تفور، غير فورت واحد شويه فقط باش غير يتجمع لي هاد الخليط. كيف ما كتشوفوا نتوما الا كان عندكم داك التمر اللي شويه قاصح غادي تفوروه، هو اللي غادي تخليوه في الاخر وغادي تجمعوا به هاد العجين هذا. المهم هنا كان باقي سخون داكشي كنت كنحاول باش انني نجمعو دغيا باش يتجمع ليا. المهم فاش كيتجمع على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا على شكل كريات، هنا غادي نفنن فيه ونزين كيف ما بغيت او نخلي غير هكا على هاد الشكل لكم الاختيار. المهم انا الشكل الاول خديت هنا الكوك هو باش غادي نزينو على هاد الشكل. صراحه مع الكوك كيجيو رائعين، واحد المذاق واعر. ممكن تزينوهم باش ما بغيتو كيف ما قلت لكم. صافي هنا كنحاول انني ندير 10 بالحبات باش كنزين على هذا الشكل هذا. صافي غير واحد الملاحظه، هنا اي وحده كورتوها ضروري مباشره تزينوها، ما تخلوهاش تنشف. الا نشفات راه ما بقاش باقي غيلصق فيها داك التزيين. يعني اي وحده
كورات كندير ليها الكوك. كيف ما كتشوفوا هنا درت لهم الكوك، والاخرين كاينين شي وحدين غنخليهم غير هكاك. هنا واحد الكميه دوبت ليها واحد شويه ديال الشوكولاط الاسود كيف ما كتشوفوا، وغادي ندوز باش غادي نبقى نغطسهم في هذا الشوكولاط هذا حتى هما. غادي ندير 10 ديال الكريات ديال الطاقه، كيف ما بغيتو تسموهم. هما اصلا ديال الطاقه، حيت كيف ما كتعرفوا راه فيهم غير المكسرات اللي زوينه، والناس اللي ما كتاكلهاش المكسرات بحال هكا غير بوحدها. هاد الطريقه صراحه زوينه، كيداروا في واحد البواطه وكديروا في الثلاجه. كتاخذوا واحد الكميه في الصباح 3 ولا 4 على حسب، كتشربوا مع كاس ديال الحليب، وكيكون فطور اللي صحي وزوين. بالنسبه لي انا في الصباح ما كنفطرش، هادشي علاش درت هاد الطريقه هذه باش بقى نفطر بهم في الصباح. المهم غادي نحاول نكمل على هذا الشكل كيف ما قلت لكم. فانا كندير 10 ولا 11، المهم حتى 12 على حسب الكريات اللي عندي. راه هاد الكميه راه كتخرج واحد البواطه الا ما بها، يعني لا صغيره اللي كتكون عامره. وهنا الشكل الثاني كندوز حتى هو كندير ليه الججلان. ممكن ديروا داك الججلان الابيض، انا صراحه ما لقيتوش، درت غير هاد الججلان هذا حتى هو كيكون صراحه زوين. وكذلك بمذاق ديال الججلان كيعطيو واحد المذاق رائع صراحه. انا عجبوني بالججلان والكوك الصراحه فيهم واحد المذاق اكثر من رائع. المهم هنا كذلك كنكور صراحه. انا ما رديتش البال الكاميرا كانت كان ما كنتش كنصور مزيان. المهم هنا اي وحده كنكورها كندير لها الججلان مباشره حتى هي باش يلصق معاها دغيا، حيت كيف ما قلت لكم فالا خليتهم ينشفوا راه ما كيلصقش معاهم. صافي هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا. كنتمنى يعجبوكم، راه كيجيو لذاذين وصحيين. وكيف ما قلت لكم راه كتخرج كميه كثيره. ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه خرجت ديال البيصيل. صافي هذا هو الشكل ديالهم. المهم هنا عديت معكم وحده باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش كيجي. وبالنسبه للشوفان، الناس اللي ما كتبغيش راه ما كيبانش فيهم انهم واش فيه الشوفان، ممكن ديروا غير كميه قليله. صراحه انا خديت 10 دراهم، لكن درت غير نص حيت كتكون كتير، ما درتهاش كامل. وانتم ممكن انكم ديروا غير الكميه اللي بغيتو، فراه كتخرج واحد كميه كثيره. وهنا غادي نشارك معكم هاد البوطه هذه اللي خليت هاد الكميه هذه اللي درت فيها دوك الفواكه الجافه، كاع دوك الفواكه اللي طحنت معكم. هنا راه ما كنطحنهم حتى كيوليو بودر، غير كنهرمشهم كيف ما كتشوفوا. نتوما ممكن هاد البوطه هذه طحنوها على شكل بودر، حيت انا هذه غادي نخلطها مع الحليب ومع الشوكولاط هكا في الصباح نبقى نفطر بهم، حيت انا في الصباح ما كنقدش نفطر ناكل الخبز. قلت غادي ندير هاد الطريقه باش نبقى نفطر بها ان شاء الله فاش نمشي للخدمه. هكا راه الا فطرتي غير بهذا ومع دوك الحبيبات اولا دوك كريات ديال الطاقه ديال الفواكه الجافه، هادوك راه فطور كيكون صحي وزوين بفواكه جافه. داكشي علاش فضلت اني نخلي هاد الكونتيتي هادي. غنبقى ناخذ منها معلقه صغيره ومعلقه صغيره ديال الشكلاط، وغنديرهم مع الحليب وبقى نشربهم في الصباح هكا فطور كيجي صحي وزوين. نتوما ممكن انكم تضيفوا اضافات بحال الزبيب، بحال اكاجو، الكركاع، بحال الشريحه مع التمر، يعني لكم الاختيار تضيفوا اي حاجه بغيتوها. انا اكتفيت بهاد المكسرات هادو. الصراحه كيجيو لذاذين بزاف، غير جربوهم. الناس اللي ما كتبغيش مثلا الشوفان راه ما كيبانش فيهم انه فيه الشوفان، ولا كيجيو حلوين ولذاذ وزوينين. ممكن لكم انكم تزينهم باي حاجه بغيتو. انا صراحه فاش كليتهم عجبوني ديال الكوكو والجلجلان، جا واحد المذاق خطير. كنتمنى تجربوهم، الوصفه زوينه. الناس اللي كيعانوا بحال هكا من فقر الدم اولا الناس اللي كيحسوا براسهم بالعيا غير جربوهم، راه غادي يعجبوكم. المهم هنا غادي يكون سالا هذا الفيديو. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه، ونكون عطيتكم واحد استفاده في هذه الوصفه هذه. ممكن ديروهم على شكل كريات، ممكن انكم ديروهم على هذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا الا بغيتو تخلوه ممكن ديروهم ببودر، اولا ممكن ديروهم بحال هكا تهرمشوهم وتشربوهم مع الحليب. ونتمنى انكم تعجبكم الوصفه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم الوصفه، وتخليوا لي شي تعليق، ونتخلوا نتلاقاو شي فيديو جديد، وخليوا لي شي تعليق يكون زوين ونتمنى انكم تجربوهم، حيت صراحه كيجيو واعرين ولذاذين.